المتابعين النهاردة مع فيلم من روائع السينما المصرية، فيلم الليلة الأخيرة، بطولة فاتن حمامة، محمود مرسي، أحمد مظهر. قصة وسيناريو وحوار يوسف السباعي، وإخراج كمال الشيخ. الفيلم أنتج من 60 سنة. الفيلم تصنيفه تشويق وإثارة. أول مشهد بنشوف نادية وهي نايمة وبتحاول تقاوم النوم، بتكلم نفسها كده قبل ما تفوق، بتقول انها لازم تقوم عشان وراها حاجات كتير قوي، لان النهاردة فرحها على الملازم صلاح. وهي سعيدة جدا وبتفتح عينيها، لكن بتتخض، بتشوف ان الأوضة دي مش أوضتها. بتبص على ايديها، بتلاقي خاتم مش بتاعها ومحطوط في ايدها الشمال مش اليمين، يعني هي متجوزة. تستغرب اكتر لما بتلاقي شاكر جوز اختها بيدخل عليها اوضتها. بتتخض طبعا، بيصبح عليها وبيستعجلها تقوم عشان خاطر وراهم حاجات كتير النهاردة. بتكلم نفسها ازاي شاكر بيكلمها كده، وازاي شكله متغير كده وعجز. وبعدين بتقوم، بتلاقي كده صورة جنب السرير بتاعها، صورة ليها، صورة لواحدة شبهها ومعاها بنوتة، فبتقول مين دول. ولما بتقوم عشان تلبس هدومها، بتفتح الدولاب، بتلاقي لبس كتير بس مش بتاعها. بتستغرب قوي، وبتيجي تقيس فستان منهم، بتلاقيه ان هو على قدها. بتستغرب جدا، بتنده للدادة بتقول لها فين الفستان بتاعي، قصدها على الفستان الابيض بتاعها. آه فبتقول لها ان ده فستانك اللي انتي لابساه، ده فستان ملون يعني. بتقول لها ده فستانك. بتستغرب جدا وبتبص في المراية، بتتصدم، بتلاقي نفسها كبرت اكتر من 10 سنين. فبتقول ازاي ان شكلها اتغير كده. بعد كده بنلاقي جوزها بيقول لها ما تقلقيش، وانا رايح شغلي، ولو احتجتي اي حاجة كلميني في المكتب يا فوزية. وبيمشي ويسيبها. بتستغرب جدا ان هي اسمها نادية، فازاي جوزها بيقول لها يا ازاي شاكر بيقول لها يا فوزية. فوزية دي اسم اختها اللي هي مراته. بعد كده بتتجول كده في البيت، وبتشوف بنوتة كده، بتسلم عليها وبتبوسها وبتقول لها يا ماما اوعي تنسي تعزمي الناس النهاردة عشان الفرح. ما بتردش عليها برضو، بتبقى مستغربة. فبتحس ان كل اللي حواليها مجانين وعايزين يجننوها، فبتقرر تحط هدومها في الشنطة وتمشي وتسيب البيت العجيب ده. بتلاقي الدادة بتقول لها يعني أرجوكي ما تمشيش في اليوم ده، ان ده فرح بنتك سامية، وانك هتتسببي في فضيحة لو مشيتي في اليوم ده. انا عارفة ان انتي مش موافقة على العريس ومش بتحبيه، لكن برضو ما ينفعش تسيبي البيت في يوم زي ده. بتفكر طبعا نادية، وبتقرر ان هي تستنى لغاية ما الفرح يعدي عشان تعرف تتكلم مع شاكر، وتشوف فين اختها، وتشوف فين باباها، وتشوف كل الحاجات العجيبة اللي بتحصل لها دي تفهمها. بتفكر انها تتصل بباباها عشان يعني تفهم منه. بتيجي تتصل، بيقولوا لها الرقم اللي انتي طالباه في اسكندرية وانتي في القاهرة. برضو بتستغرب جدا، بتقول ازاي انا نايمة بالليل في اسكندرية اصحى الصبح الاقي نفسي في القاهرة، وهي مش لاقية اي تفسير. بتبص كده، بتلاقي دعوة الفرح بتاعت سامية، فبتلاقي ان التاريخ مكتوب فيه انها سنة 1957. بتتفاجئ جدا لانها متخيلة انها في 1942. فبتقول ازاي فات 15 سنة، اكيد في حاجة غلط. وبتفتح بتلاقي جريدة، بتفتح الجورنال، بتلاقي برضو ان نفس التاريخ سنة 1957. بتقول يعني ال15 سنة دول اكيد ازاي عدوا، ازاي راحوا فين. طبعا بعد الفرح بتحاول ان هي تقعد مع شاكر وتسأله. واثناء الفرح بيبقى في معازيم كتير بيكلموها، يقولوا لها يا فوزية كلهم، وهي مش فاكراهم ولا فاكرة اي حاجة عنهم. بعد ما بيخلص الفرح بتكلم شاكر وبتقول له انا نادية مش فوزية. بيتصدم شاكر، بيقول لها انتي اكيد اعصابك تعبانة من الفرح والارهاق، وانتي يعني بيتهيألك انتي فوزية، ولو انا بكدب يبقى ازاي كل الناس دول بيقولولك يا فوزية. بيجيب لها ألبوم الصور، بيوريها صورها هي وبنتها، بيقول لها دي بنتنا سامية واحنا متجوزين من 20 سنة.
فبتقوله ازاي من 20 سنة؟ اذا كان من 20 سنة كان عندي 15 سنة، مش معقول هتجوز وانا عندي 15 وانت متجوز اختي فوزية، انا نادية وابويا برهان. بيستغرب، يقول لها مين نادية ومين برهان؟ وبيوريها قسيمة الجواز بتاعتهم، بيوريها شهادة الميلاد بتاعت سامية. بتفكر في نفسها انها تجاريه، عشان بتقول انها لو اتكلمت هتبقى في نظره مجنونة، ولو سكتت هتبقى مجنونة في نظر نفسها. فقررت انها تجاريه على كلامه لغاية ما تتأكد او تعرف تثبت تفكيرها ده يعني. فبعد كده بيقول لها تاني يوم ان هو عنده شغل في اسكندرية، فبتقول له انها بتقترح عليه يعني تسافر معاه عشان تغير جو. وفي نفس الوقت هي بتفكر ان هي طبعا في اسكندرية هتدور على بيت باباها وتعرف. وفعلا بيسافروا، وبيسيبها في الفندق وبيروح يخلص شغله. بتنتهزها فرصة، بتركب تاكسي وبتلف في اسكندرية، بتشوف مدرستها وهي صغيرة، بتشوف اماكن كتير تعرفها، بتروح البيت، لكن للأسف مش بتلاقي بيتها. بتلاقي عمارة كبيرة، وبتسأل بواب بيقول لها ان دي عمارة من 10 سنين، وان هو ما يعرفش برهان ده اللي بتتكلم عنه. لكن برضو بتلاقي كشك كده قديم بتاع عم محروس ده هي عارفاه. وبتسأل مرات ابنه، بتسألها على ان البيت ده كان بتاع برهان. بتقول لها ان العمارة دي مبنية من 10 سنين، لكن قبل كده فعلا كانت الأرض بتاعت برهان. فبتتأكد كده وبتطمن، وبعدين بتروح بتعرف ان برهان مات. فبتروح تدور على صلاح خطيبها، وفعلا بتروح له البيت، وبتعرف مكانه من خلال هو كان ضابط يعني، وهو اترقى. فبتعرف من خلال شغله، بتتصل بيه وبتعرف عنوان بيته. بتروح له وبتكلمه بتسأله يعرف واحدة اسمها نادية. بيقول لها ان هي كانت خطيبته وكان بيحبها، لكن ما اتجوزوش. بتقوله ليه ما اتجوزتهاش؟ قال لها لانها ماتت. بتتصدم، بيقول لها هي ماتت هي وابوها، وفي المقابر بتاعتهم بيعرفها مكان المقابر، وبيقول لها انها تشبهها. بتجري طبعا على المقابر، بتروح تشوف، بتلاقي قبر مكتوب عليه نادية. فبتصرخ وبتقول امال انا مين؟ اذا كان ده قبر نادية انا مين؟ بتتفاجئ وراها ان شاكر جه وعرف ان هي يعني خرجت من الفندق، فتوقع انها راحت المقابر. وبيقول لها انا خبيت عليكي عشان انتي جالك انهيار عصبي قبل كده، فمش عايزك تتعبي تاني. تقوله ليه كدبت عليا وقلت لي ان ما تعرفش حد باسم نادية ولا برهان؟ قال لها عشان ما تتعبيش. بتعتذرله وبتروح معاه البيت، وبتقوله لازم توديني لدكتور نفسي لاني تعبانة ومحتاجة مساعدة. بيوعدها طبعا ومش بيوديها ولا حاجة، وبيقول لها تعالي نروح النادي نحضر حفلة وكده وغيروا جو. بتروح معاه، وبتلاقي ستات كتير عمالين يكلموها في مواضيع هي مش فاكراهم ولا فاكرة المواضيع دي. فبتتحجج انها تعبانة وبتروح البيت. فبتسوق العربية بعصبية وهي ماشية، فبتخبط في عربية الدكتور مجدي اللي هو برضو يعني صاحبهم او كده، بس هي مش فاكراه. هي كانت شايفاه في حفلة زفاف بنتها. بيسلم عليها وبتقول له يعني بتأسف له ان هي خبطته، بس بيلاقي دراعها اتصاب. فبيقول لها العيادة بتاعتي هنا جنبيكو، تعالي اعالجك. وبيعالجها فعلا وبيوصلها لحد البيت. وبتكلمه في الطريق، بتقوله بيقول لها يعني ان هي شخصيتها مختلفة، كل شوية بتبقى بحال. مرة تبقى مغرورة ومتكبرة، مرة تبقى لطيفة، مرة عصبية وبتشرب سجاير كتير. فبتقوله حكايتها، وبتقوله انها محتاجة مساعدة، وان هي بتحكي له بقى من يعني حاجات كتيرة. فبيقول لها انا ليا دكتور زميلي دكتور نفسي فعنده مستشفى، ممكن ان انا يعني احكي له حالتك واجي برضو اعرف تفاصيل من جوزك. اول ما بيروح واول ما بتروح البيت وجوزها بيعرف بيثور وبيتضايق وبيدخل المكتب يتصل بالدكتور مجدي، وبيقوله انها مجنونة وان هو حاول يوديها لدكاترة كتير وهي برضو ما فيش امل في علاجها. بتسمعه وبتعيط وبتقوله انا فعلا مجنونة. بيقول لها ايوه انتي مجنونة زي امك، وامك كانت مجنونة وانتي طالعه لها وماتت وهي مجنونة. وبيروح الشغل وبيسيبها، بتقعد تعيط وبتقرر تنتحر. بتدخل الحمام تشرب حبوب عشان تنتحر، لكن ما بتموتش، الدادة بتلحقها
وبتتصل بالدكتور مجدي عشان يجي فعلا ينقذها، وبينقذها. واول ما جوزها بيجي من الشغل وبيلاقيه مجدي موجود في البيت، بيتعصب وبيثور وبيطرده، بيقوله انا هجيب دكتور غيرك. بعد كده بتقعد بقى نادية مع الدادة وبتسألها، بتقول لها انا تعبت، يعني كنت بتعب قبل كده وكان في دكاترة بتجيلي عشان تتأكد طبعا من كلام شاكر. فبتقول لها لا، انتي طول عمرك زي الفل، عمرك ما تعبتي الا ليلة فرح سامية. واول ما شفتيها لابسة الفستان الابيض وكان في صوت طيارة، فتحتي الشباك ولقيتي صوت الطيارة، ولقيتي وبصيتي على فستانها واغمى عليكي، فوقناكي لكن نمتي لغاية تاني يوم الصبح. بنفهم كده ان هي لما نامت وصحيت الصبح ان هي كانت فاقدة الذاكرة المدة دي كلها، ورجعت لها الذاكرة. عشان كده هي ال15 سنة دول هي مش فاكرة اي حاجة فيهم. نادية طبعا بتبقى يعني مش عارفة ايه اللي بيحصل لها ده. بتقف في البلكونة، بتلاقي جوزها شاكر جاي من وراها وبيعتذر لها وبيقول لها انه هو يعني ضايقها او زعلها، ولكن بتلف بظهرها بتلاقيه ان هو كان عايز يزقها يموتها، فبتصرخ، فبيضربها بالقلم وبيقول لها انتي مجنونة مجنونة. بتهرب وبتجري في الشارع، وبتجري بتروح على عيادة الدكتور مجدي، وبتقوله ان هو كان عايز يرميها من البلكونة. طبعا مش بيصدقها، بس هو بيحاول يطمنها، يقول لها خلاص احنا عشان نطمنه ونطمن عليكي هوديكي طبعا مستشفى الدكتور عماد. ويوديها فعلا المستشفى دي. جوزها شاكر اول ما بيعرف بيثور برضه، بيتعصب وبيروح عايز يطلعها من المستشفى، لكن مجدي بيهدده، بيقوله انك لو طلعتها هضطر ابلغ البوليس لانها محاولة انتحار. فبيسكت طبعا شاكر لانه بيخاف طبعا من البوليس. وبيحاول دكتور عماد يكلمها وبيهديها، بديها حقنة وبيقول لها تفتكر ايه اللي حصل لها، وبتحكي له الموقف اللي حصل. بتقول له انها اخر حاجة فاكراها ان كان ليلة فرحها، وكانت رايحة بتشتري طلبات وحاجات للفرح، ولما رجعت البيت لقت الخياطة هانم بتقيس فستانها هي على فوزية اختها. فبتقول لها ازاي بتقيسي فستاني على اختي؟ بتقول لها عشان عايزة اروح البيت قبل الغارة، فلقيتك اتأخرتي واختك جسمها زي جسمك، قلت اما اقيس عليها الفستان عشان اروح بدري. فهما بيتكلموا بيسمعوا صوت غارة فبيجروا عشان يستخبوا في المخبأ، لكن فوزية بترجع بتقول ازاي هنزل المخبأ بالفستان ده، بتجري فللأسف بتموت والبيت بيبقى كوم تراب عليها. اما طبعا نادية هي اللي بتعيش، هي والخياطة. بتصرخ نادية لما بتفتكر كده، والدكتور بيهديها وبيقول لها كده يبقى انتي فعلا نادية مش فوزية، لكن عايزين نتأكد، فلازم نجيب الخياطة دي عشان تقول برضو اذا كانت دي نادية ولا فوزية. وبيروح الدكتور مجدي اسكندرية، بيسافر وبيجيب الخياطة هانم. واول ما بتشوفها المفاجأة انها اول ما بتشوفها بتقول لها ازيك يا فوزية. نادية بتصرخ بتقول لها انا نادية، بتقول لها لا انتي فوزية. بتزعل نادية وبيجي شاكر وبيقول لهم خلاص كده انتوا يعني المفروض تصدقوني هي دي فوزية، وبياخدها عشان يمشي. لكن بيحصل يعني موقف او غلطة من الخياطة، انها اول ما بتشوف شاكر بتقوله بتسلم عليه وبتقوله خلي بالك منها، وبتقوله يا ريت تودنا وما تنسناش. فبيمشي معاها. بتقعد تفكر نادية في كلام الخياطة، وازاي ان هي بتقوله كده وهي اصلا عمرها ما شافته. في نفس الوقت هي الدكتور مجدي بيفكر برضو في كلام الخياطة. بتروح يعني الخياطة لولادها، بعد ما بتروح بيفكر برضو في نفس الكلام، بيقول ازاي هي ما شافتش شاكر قبل كده وبتقوله كده. فبيروح وراها عشان يعرف الحقيقة، وفعلا بتعترف له الخياطة وبتقول له فعلا هو جالي لغاية عندي واداني فلوس وقال لي قولي ان دي فوزية عشان خاطر سامية بنتنا عايشة معانا، فارجوكي عشان تنقذينا، واداها فلوس. فطبعا مجدي قال لها انت كده ممكن تخليها تموت نفسها، ولازم ترجعي معايا القاهرة عشان تعرفيها ان هي نادية مش فوزية. وبترجع معاه، وفي نفس التوقيت بيكون رجع طبعا شاكر البيت مع
نادية، وبتقوله انت ازاي تعرف الخياطة، هي عمرها ما شافتك. فبيتعصب وبيصور وبيقول لها فعلا انا رحت لها وسكتها بالفلوس وقلت لها تقول ان انتي فوزية. فطبعا بتفرح نادية وبتقوله يبقى كده انا نادية مش فوزية. بيقول لها ايوه انتي لما حصلت الغارة ورحت عشان في المستشفى عشان اشوف مين اللي عايش ومين اللي مات، قالوا لي ان العروسة هي اللي ماتت. فرحت جدا، افتكرتك انتي اللي متي، فوزية اللي عاشت. لكن اتفاجئت ان فوزية هي اللي ماتت، هي اللي كانت لابسة الفستان، وانتي فاقدة الذاكرة، وبنتي من غير ام، وانتي اللي ورثتي كل الفلوس، وانا كده مش هستفاد باي حاجة. ولقيتك فاقدة الذاكرة مش عارفاني. فاستغل الفرصة بقى وراح قال لهم لا دي فوزية مش نادية، عشان تربي له بنته وعشان يستغل الثروة بتاعتها. ويعني ضحك عليهم بقى وقال لهم ان هي دي فوزية، وعاشت معاه ال15 سنة وهي فاكرة انها فوزية. طبعا بتصور عليه وبتقوله انها هتبلغ البوليس لانه ضيع 15 سنة من عمرها. فاول ما بيلاقيها هتعمل كده بيضربها وبيغمى عليها. بيقرر ان هو يقتلها، بياخدها الحمام وبيفتح الغاز عشان تتخنق وتموت، وبيقفل عليها باب الحمام. في نفس الوقت بيكون الدكتور مجدي جه هو والخياطة بيقولوا احنا عايزين نقابل نادية لان هي طلعت نادية مش فوزية. واول ما بيشوف كده شاكر بيمنعه ان هو يطلع، لكن هو بيطلع وبينقذها وبيفتح الحمام بيلاقيها بتموت يعني، بس بيفتح الشباك بسرعة وبيطلعها وفعلا بتفوق. بيكون طبعا شاكر هرب وجري بالعربية، وهو بيجري للأسف بيعمل حادثة وبيموت. والدكتور بيقول لها، الدكتور مجدي بيقول لها انت عانيتي كتير وتعبتي كتير، وآن الأوان انك خلاص تقولي انك نادية وتعرفي الناس كلها انك نادية وان انت صح مش مجنونة ولا حاجة. لكن بيتفاجئ ان نادية بتقوله انا مش نادية انا فوزية. بيقول لها ازاي؟ بتقوله انا لازم اكون فوزية حتى لو قدام عشان خاطر سامية، لازم اعيش اكمل الدور اللي انا فيه وعشان الناس ما يعرفوش كل الحقيقة اللي حصلت دي، لكن بيني وبينك هبقى انا نادية. بيخلص الفيلم على كده بالنهاية طبعا ممتعة وسعيدة ومشاهدة، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة وسلام.